النهارده هنبدأ معاكم بالجرامر. الجرامر من أكتر الحاجات اللي بتعقد الناس، ومن أكتر الحاجات اللي عاملة لهم مشاكل في اللغة من بداية ما بدأوا يتعلموها من ابتدائي لحد ما اتخرجوا وبيكملوا مع نفسهم. الجرامر عامل مشكلة وعقدة لناس كتير، في حين إن هو مش بالصعوبة دي بجد والله، بس انت معذور لانه كان بيتشرح لك على انه فعلا ماده مش لغه. فانت مطلوب منك انك تاخد شويه كلمات وشويه قواعد وتحطها في مكانها في الامتحان تجيب درجه، والموضوع انتهى على كده زي ما وضحنا في الفيديو اللي فات. ولكن المره دي احنا جايين نقول لك ان الجرامر مش اكتر من لعبه. الموضوع بسيط جدا وعقلاني جدا جدا جدا، ومع الوقت الموضوع بيكون بالنسبه لك بسيط. خلونا نبدا بالجمله. الجمله في الانجليش انواع كتيره، يعني احنا عندنا مثلا في العربي الجمله مقسومه جمله اسميه وجمله فعليه. بالنسبه للانجليش الجمل انواع، ولكن احنا خلينا نركز على جملتين اساسيين، ودول اللي هنتناولهم في الشرح باذن الله في الفيديو ده، وممكن الفيديوهات اللي جايه كمان مع ازمنه مختلفه. هنركز على نوعين من الجمل. نتخيل مثلا ان احنا عندنا حد اسمه ادم، وانت بتذاكر جرامر حاول دايما تجيب شخصيه وتطبق عليها كل الجمل او كل الجرامر اللي انت بتدرسه اول باول. يعني حاول تجيب اخوك، تجيب اختك، تجيب نفسك، وتحاول ان انت تطبق على الحد ده كل حاجه بتدرسها اول باول علشان ما تتشتتش. خلونا مثلا نتخيل ان ادم ده واحد صاحبك وانت بتتكلم عنه. ما توقعش ان انت هتخرج في الكلام عنه بره نوعين من الجمل. النوع الاول انك بتقول ان ادم بيعمل حاجه معينه، والنوع الثاني انك بتوصف ادم بشكل معين. يعني مثلا ادم بيلعب كوره، ادم ده سريع جدا، ادم مثلا بيعرف يطبخ كويس جدا، وفي نفس الوقت ادم طباخ ممتاز، او مثلا نفسه حلو في الاكل. فهتلاقي ان انت دايما يا اما بتقول ان ادم بيعمل حاجه يا اما بتوصفه. حاول تتخيل معايا كده اي نوع تاني من انواع الجمل اللي ممكن تقولها على ادم، مش هتلاقي. الموضوع منتهي هنا. فبالتالي دول النوعين الاساسيين عندنا من الجمل. اول نوع بيكون حد بيعمل حاجه، subject verb object، فاعل مفعول. والنوع الثاني subject verb to be adjective، ده النوع اللي بنوصف بيه. يعني مثلا لو بقول لك ادم او انا مثلا بلعب كوره، هبدا بالسبجكت هقول I، بعدين هقول بلعب play، بعدين هقول football. هقول I play football، انا بلعب كوره. بعدين عايز اقول ان انا بقى سريع وانا بلعب كوره او ايا يكن، فهقوم قايل I، ده النوع الثاني من الجمله. هبدا I subject عادي جدا، بعدين هجيب الverb to be بتاعي اللي هو am، فهقول I am، بعدين هقول fast سريع، هقول I am fast. اول نوع من الجمله تاني I play football، I am fast. تمام كده؟ ممكن اقول مثلا I study every day، او I study English، بعدين اقول I am clever، انا شاطر. النوع الاول حد بيعمل حاجه، النوع الثاني بوصف الحد ده بشيء معين او بصفه معينه، ونكرر نفس الكلام على كل حاجه تانية. طب التركية هنا فين؟ التركية هنا ان الجمله كده بشكل نيتيف جدا او بشكل سيمبل، بتكلم عن نفسي في زمن معين. يعني لما اجي اقول لك اعمل لي جمله معينه لازم تقول لي في زمن ايه، يعني تسالني تقول لي في زمن ايه بالظبط. الازمنه في الانجليش من اكتر الحاجات اللي معقده الناس، وهنبدا نتكلم عنهم ان شاء الله زمن او الازمنه الاساسيه على الاقل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، ونطبق كل زمن على نفس الاكزامبل اللي احنا بدانا بيه باختلاف الازمنه، ونوضح الاختلافات اللي بتتغير من زمن لزمن، والجمله بيتغير فيها ايه بالظبط، والفعل ايه اللي بيحصل فيه اول باول، علشان تلاحظ بنفسك الاختلافات، والموضوع بالنسبه لك يبقى بسيط جدا. تابعونا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، والجرامر باذن الله يكون اسهل بكتير. Thank you so much. See you next video.